السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله بنستكمل سلسلة الأفعال اللي بنفس المعنى. Verben die dieselben Bedeutung haben. الأفعال اللي ليها نفس المعنى. عندنا النهاردة فعل dokumentieren بيساوي فعل notieren، بيساوي فعل eintragen، بيساوي فعل einschreiben، بيساوي فعل aufschreiben، بيساوي فعل aufzeichnen. كل الأفعال دي تدي معنى إنك تدون حاجة أو تسجل حاجة. طيب، تاني للناس اللي بتتفرج علينا أول مرة، السلسلة دي احنا عملناها عشان خاطر لو انت بتقدر انك تتكلم، ولكن ساعات لما بتسمع ألمان بيتكلموا أو شخص متحدث ألماني كلغة بتبدأ ان انت تلاقي أفعال جديدة أول مرة تسمعها، ولما تحاول تترجمها تلاقيها بتساوي أفعال انت عارفها. فطبعا هما الألمان طبعا اللغة مليانة بأفعال كتير وبدايل، فأنت تقدر لما تتعرف على البعض منهم، يعني مش لازم أن تحفظهم كلهم طبعا، ولكن لما بتبقى سمعت الحاجة دي مرة قبل كده فبيبقى سهل بعد كده إن أنت لما تسمعها تبقى مش جديدة عليك. تمام. طيب، أول مثال معانا دي Pflegekräfte müssen alles im Pflegebericht dokumentieren. يقول لك إن اللي هم التمريض يعني المفروض إن هم يدونوا أو يسجلوا كل حاجة في التقرير التمريضي أو ملاحظات التمريض. تمام. تاني مثال معانا يا ich habe die Namen notiert، يعني أنا اللي هو نعم أنا سجلت الأسماء. مثلا وليكن أنا سكرتير أو مثلا سكرتيرة شغالة في مكان ما، فبيقول لها سجلت الأسماء، فبتقول له أنا سجلت الأسماء. المثال بعد كده bitte tragen Sie sich in der Teilnehmer ein، يعني اللي هو